والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. هذه العائلة عائلة السيد الهويدة، والهويدة كاملة على رأسهم حموة جارين مأمور أو بالبدية. قال نرحب بكم ونرحب بكم حموة مرة ثانية، وسمعنا جميعا يدعو ما يلحق والله يشوف هذا الملف. بارك الله فيه، تبارك الله، من الأساتذة وفينا من الدكاترة وفينا من المثقفين اللي يديروا يتفحصوا يقرصوا، مع أنه ما يدير على جهل وما يدير على حد يسويه ما يعرف. هذا واضح. هذه 19 حقوق فيها 14 فيها أقلية. لو كان ما نعطى هذا الوصف هي الأقلية يمكن أن يعرف تفسير، لأنه يبقى في قاع ديالو يمكن تشاف قلوب ياسر مشي غيري وغنب واحد على واحد كاين من النهار ويسكت عليه. أنا بعد شايفها صراحة كاملة. علي هو أحد شباب القبيلة، أحد رجال الأعمال المعروفين في البلدان، واللي هو جاي يدير قضية يلوث الفلوس ولا جاي يلوث التجار ولا جاي يلوث شيء، جاي يخسر فلوسه على الرياضة لأنه يحب الرياضة ويحب الرياضيين. وهذا مسألة يعني اللي هي شنو نقول لكم حق مكتسب. اللي هو كلمة حق العيون ما عندنا فيها كلمة كثير. وكلهم اللي راهم معروف تاريخ ومعروف اصله. هذا من الناحية القانونية أمر خطير جدا لا يجب أن يستعمل الإنسان. تكتب التاريخ ومثلوا يسوديين بلا تشناع وذنيكم ماذا تنتظروا لهم لا ينتظروا كاع. نقولوا على المخرج عدالة مجالية، وفعلا على المخرج عدالة مجالية. الدين ومعاه قلبا وقالبا، ظالمين ومظلومين. فهو يوم تاريخي هذا النهار اللي اجتمعت فيها اسرائيليين من اجل شاب من شبابها باش تأيد عليهم الهويدا.